طعنت الزوجة، طعنتها عدة طعنات، آخر شيء يقول طعنتها أخرجت الجنين من بطنها. طفلة يا الله، الله أكبر، يعني طفلة أنت طاعنها 20 طعنة، 20 والله العظيم، والله العظيم عبد الله ابن الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني احنا ما نريد نشوفها، ما نلحق شعره من عندهم، بس ما طعنوا هالقد طعنات. احنا مطلبنا بصراحة 8 مليارات. خليه يحكي. وهذه الجلسة حقيقة يعني ما أشوف لها أنا آية قرآنية تنطبق عليها، ولا أشوف لها حديث نبوي ينطبق عليه، ولا أشوف نهج البلاغة ينطبق عليه. يعني أنا من البارحة لليوم أريد أحضر كلام لهذا المجلس ما جاي أعرف. والله وبالله أنا طبيت على الحادث لقيت الأطفال بديهم يتشبس ومذبحين. وبشوف غيرك وقليطك غير نعرف قليطك يستريحوا. خلي اريد القليط هنا يوقف يقول انا فلان ابن فلان وش درايتنا؟ هي لعبه الاسمنديات هاي. ارجوك شيخ محمد السريع. حبيبي باو عليك. محمد مره فصل الحكي، انت امام قبيله، لو شيخ السراي شد الراي لو رئيس العشيره شد الراي. اي شخص ما قبلك حجي حمزه بس هو وطك مليارات. يلا حجي زايد لا حد يحكي. احنا ترى احنا كل مشيه نجيها نتحزم لها بحزام سبع. ليش؟ حتى ندري الفتنه وحتى نحل حزام الشر، لكن بيني وبينك العباس هاي الجايه جايينها محلول حزامنا. العام ما يلعام. لا يشد يشد. ما يصير الله يا محمد وعلي. اصبر. وأنا دخلت البيت ولقيت الزوجة والجنين اللي ببطنها وأطفال 2 من البنات حاطهم فوق واحد داخل التكتك. آل زيرج عمامك ما خلصوا من انقتلوا منهم 9 ولا راح يخلصون، لأن هاي آل زيرج وهاي الواد مشيعة علي بن أبي طالب الله مبارك بيها. الثاني اللي ردت أقوله إحنا من باب العرف هيك أمور ولو كل قاعدة بها استثناء، هيك أمور صاحب السودة وهي سودة صاحبه يتحملها. أما أنا جلالة وكرام وعلى راسي وكل أصغر واحد من آل زيرج تريد أشتها 10 شدات مو شدة واحدة. الوحيلي اتفق هو وزوجته والعقيلي بأن يخابرون زوجة حمزة تجي للحميدية حتى تاخذ فلوسها، وقالوا لها يابا احنا بالنسبة إليش خابرتها زوجة الوحيلي، واستدرجتها للحميدية هي وياها 4 بنات وولد، اللي ما يتجاوز أعمارهم أكبر واحد اللي هو 14 سنة. بهذه اللحظة من راحة المرأة هي وأطفالها ووصلت إلى منطقة الحميدية، كان الاتفاق مالهم بين يصعد العقيلي والوحيلي بالبيتونة. هاي حسب الاعترافات، وهاي الاعترافات موجودة عندي وأنا مطلع عليها. بهالأثناء دخلت المرأة هي وأطفالها، فسووا بهاللحظة انطوا فلوس للأطفال، قالوا لهم روحوا اشتروا، فبقت الزوجة هي وبنتها الكبيرة جوه اللي هي عمرها 14 سنة. الرويش داوية صعدت للوحيلي زوجها والعقيلي، قالت لهم ونزلوا موجودة جوه. الوحيلي حسب اعترافاته الوحيلي يقول أنا أول ما بديت طعنت الزوجة، طعنتها عدة طعنات، آخر شيء يقول طعنتها أخرجت الجنين من بطنها. يعني هذا الطفل اللي عمره بطن أمه 4 أشهر ونص هو طلعه من بطن أمه. بعدين اشترك وقتل البنية الكبيرة. هسه البنية الكبيرة اللي عمرها 14 سنة والله العظيم هسه بنقرا لكم التقرير الطبي يقول مطعونة 16 طعنة
هسه اليوم اللي يطعن له بشر ترى لو طعنه وحده هو يموت، بس انت تمثل بجثه 16 طعنه، هاي فتشي اجرام. هسه ما اكتفيت بهاي، رجعت النوب، اجت الاطفال اجوا من الاسواق. والله وبالله انا طبيت على الحادث، لقيت الاطفال بديهم يتشبسوا ومذبحين. انا المتحدث، انا بعيني شفتهم. بهالاثناء جابت الاطفال، قالت لهم الاطفال اجوا، جابت الاطفال الاثنين ودخلتهم للغرفه، فشارك بالقتل مالهم الوحيلي والعقيل اثنينهم. بعدين اجوا الاطفال الثانيين الباقين اللي هو كرار واخته الصغيره. يعني الله اكبر، يعني طفل انت الطعنه تخرج الحربه من ظهره، يعني من صدره الى ظهره، حربه ام المنشار هاي هسه اكبر زلمه بينا ينظروا بها هي تكتله خلاص. يعني تجي تباوع على التقرير الطبي مال الولد اللي هو ما يتجاوز عمره 8 سنوات، ما يتجاوز، انت طعنه 12 طعنه، طفله صغيره اللي اخته الاصغر من عندها طاعنها 13 طعنه. بعدين تجيب اجل الله السامع اكياس مال زباله وتعبيهم باكياس مال زباله. بعدين النوب تجيب لك تكتك. وانا دخلت البيت ولقيت الزوجه والجنين اللي ببطنها واطفال اثنين من البنات حاطهم فوق واحد داخل التكتك، وجوا داخل البيت بالغرفه الاخيره لقيت اثنين حاطهم باكياس مال زباله. ما تكفلوا حيلي بهاي السالفه. دز زوجته ودز العقيلي، قالوا تروحون للمدينه، بقى البيت هناك بيه فلوس وبي اخت حمزه هي اللي عمت الاطفال، وبعد اطفال اثنين اجوا هنا القطاع 74 بتكتك، طبت للبيت وطب وراها العقيلي، قالت له تعال طب. اول ما طعن ونحر، يعني انا طبيتها لقيتها نحر منحوره اللي هي بنت عمي وهي مقعده. هسه لا حول ولا قوه، مره كبيره بالعمر ومقعده. انت طعنتها ونحرتها وعده طعنات، يعني انت شنو من قلب شايل. بعدين النوب والله العظيم، يعني هذا القاضي من سألهم قال لهم انتم بشر، بس اريد اسالك انت بشر؟ يعني اليوم انت من طاعن طفله يا الله، الله اكبر، يعني طفله انت طاعنها 20 طعنه، 20 والله العظيم عبد الله ابن الامام الحسين سلام الله عليه، يعني احنا ما نريد نشوفها، ما نلحق شعره من عندهم، بس ما طعنوا هالقطعنات. 20 طعنه طفل عمره 3 سنوات بحفاظات، يعني انت وين تريد توصل؟ شنو هذا الاجرام؟ بعدين احنا اجينا للبيت، يعني هسه احنا اليوم تفاجئنا، اجينا لقينا وحده مقتوله واثنين، وحده من الاطفال والله لقينا. لما اجت القوات الامنيه لقينا طفل من الاطفال اللي هذا عمره 3 سنوات، لقينا جوه شربايه ذابه، وهي طفله عمرها 3 سنوات جوه شربايه ذابه. هسه ما تكفى بهذا، هسه يكون متكفي، رجع سرق الاموال، اخذ ما اخذ، سوى ما سوى. بعدين انت التجأت الى الحميديه، رحتوا الى موقع الجريمه الاول، تاخذون الجثث وتريد تذبونها ب7 قصور. بس سبحان الله، هذا دم المسلم ما يروح. والله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: واذا الموءودة سئلت فبأي ذنب قتلت. هسه هاي الموءودة باكر عقبه انت يا بني ادم نسيلك تقول لك هاي بأي ذنب قتلتها. الوحيلي بكل ذني ما تكفى، كل هاي ما تكفى. الوحيلي بالمحكمة بالاتفاق ويا عقيل قايلين له احنا نعطيك عمارة سعرها 350 مليون وانت تشيل الدعوة مكور، بحيث امام القاضي يقول له سيادة القاضي زوجتي والعقيلي بريئين ما قاتلين، انا اللي قتلت بالحميدية، وانا اللي قتلت قطاع 74 مدينة الصدر، وانا اللي سويت القضية كلها، وانا اللي سرقت الاموال. تدري القاضي ايش قال له؟ قال له هاي اعترافاتكم مصدقة، تعرف انت علي من قاعد تدافع وانت تريد تنزه ياهو؟
انا عذرا للديوان اكو كلام ما اقدر انطق به حتى ما اجرح مشاعر باقي العشائر. انا حتى لو الوحيلات قاعدين انا ما اريد احكي هاي السالفه، احتراما للوحيلات واحتراما لاخوتنا الرويشد، ما اريد احكي هاي السالفه. انت تريد تبري شخص اللي هو العقيلي، وانت جايب العقيلي، وانت المتفق وياه، وانت المدبر الامور كلها، وانت تالي ما تالي تريد تبري هاي الناس، تصبح انت رقم واحد بالقضيه. بس سبحان الله، هذا الحق موجود والقضاء عادل، القضاء عادل. فاحنا هاي قضيتنا يا عمامنا يا آل زيرج يا شيوخنا الاعزاء. هذا ذنب الوحيلي، والوحيلي ذنبه يعني ذنب عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الجلسة حقيقة يعني ما أشوف لها أنا آية قرآنية تنطبق عليها، ولا أشوف لها حديث نبوي ينطبق عليه، ولا أشوف ناجي البلاغة ينطبق عليه. يعني أنا من البارحة لليوم أريد أحضر كلام لهذا المجلس ما جاي أعرف، وداعة رسول الله أنا صادق. يعني البارحة قلت باكر محول على الزير شكلهم هيك قال الله ما قال الله يقتل 8 الرسول لا الرسول علي بن أبي طالب ماكو واحد يقتله 8 عمي أو 6 و10 و8. شنو الموضوع هذا؟ فظلت اخوتنا آل زيرج احنا هاي الناس اللي تكتلت والله العظيم المليارات كلها وترس الشادر هذا كله ما يسد قطرة دم منهم، ما يسد شيء. يعطون اخوتكم الوحيلات، هسه الوحيلات اخوتكم الناس هم ابتلوا بلوى على اعمارهم، ابتلوا بلوى على اعمارهم. ترى كل احنا يطلع عندي واحد عاق ساقط حشا السامع حشا المحمد، ويطلع عند آل زيرج، ويطلع عند السواعد، ويطلع عند السودان، تطلع عندنا بالعشاير هاي الشوائب الساقطه حشا السامع السفله، هاي من هالكبسله ومن هالمدري شنو، وتبتلي العشيره ويبتلي القليط ويبتلي الرئيس. وهذه صارت حثت وياي انا آل زيرج سوى وياي. وجا الرجال يبكي قال ابوي انا هذا، قلت له ما لك ذنب عمي. فظلت خوالي اخوتنا آل زيرج ترى احنا القاعدين هنا ترى اسم واحد وعشيره واحده، اذا اختلفت التسميات احنا عشيره واحده، انا محسوب عليك وانت محسوب علي، فني وفنك ماشي، صيبني واصيبك ماشي، بس انا وياك واحد. احنا اخوتنا آل زيرج، آل زيرج احنا ماكو داعي انا افتلها اقول قبيله وعشان هذا الحكي مو يخصني انا، ماكو داعي هذا الكلام. بس انا اقول ذكر عسى ان تنفع الذكرى، رحم الله والديكم. هسه احنا هنا شنو جاي ندافع عن الوحيلات، خاطر آل زيرج جاي تاخذ منهم هواي فلوس، فالموضوع هذا ما اشوف له موجب. بقت الاخرى الدماء هواي والذنب اكبر من هذا الشادر. واخويتكم الوحيلات ناس فقراء هم على قد الحال مثل عشايرنا، احنا ترى لا عندنا بنوك ولا عندنا مزارع ولا بساتين، ناس على قد حالنا، الوحيلي والمحمداوي والفريجي والشناني والساعدي واللامي والدراجي، احنا ناس كل احنا ترى حال واحد. شنو عندكم ببيوت آل زيرج؟ عد شنانه، عد شنو ببيوتكم؟ عد المحمد. بس شو نقول؟ انتم كلكم تذكرون اخوتي اهل بغداد، وحتى مو اهل بغداد حتى عشائرنا، تذكرون الستة اللي تكتلوا ببابي، وطلعت انا بالتلفزيون وصرحت ما ظلت سويت العطاوي وسويت الستر ونصحت الناس، وبوقتها قلت لهم عمي ترى الشك كبير والرقعه صغيره، اخوتكم قبلاءكم انتم الناس ضعاف، من تطلب رقم عالي هو صحيح ما يتعوض الدم، نطلب مليارات ونطلب كذا وراح اتحمل، بس قلت له ما يسدك. ليش؟ مو دم ودمين وثلاثه، 6 دموم، ولليوم هاي صار الخامس سنه سادس سنه ما نسد الفصل، وفني وفنك. فاحنا دفاعا مو على المقتول، مو على القاتل، مو على القاتل، مو على القاتل، انا اخاف على المقتول. المقتول ما يسحق ايده، حمله فلوس ولا وفا ولا رايه. فاحنا ما انا هذا احنا بيناتنا لازم كل شيء نسولف. انا ما جاي اقول انه دفاعا عن الوحيلات ولا دفاع عن كل احنا بما فيهم باكر الزرجاوي لو عثر عند الوحيلات، هذا كلامنا نفس الشيء، مو تمام؟ فاخوتنا مشايخ آل زيرج اليوم كلها ما شاء الله عمار، وهذا احنا مكيفين بقعدتكم كلكم، كل مشايخ وكل زعماء آل زيرج اخوتنا
والله ان شاء الله. هس اقول لك شوف، انت ابوك كان زين يعني، انت شبيك وياي ما تقول لي شبيك. فمشينا واحنا الشيخ جاي، الشيخ رعد خاله هم، انا هم خاله. احنا نريد من الله ومنكم ما زيرج. ترى والله العظيم الطفل اللي انقتل بهذا الموضوع والله المليار والمليارين، ها المليار والمليارين ما يسدنا. نريد من الله ومنكم اليوم تعطونا نموذج وشويه ذني السحوتات تخففون على هاي الناس الفقراء، مو على ذاك الساقط. اقول ساقط والنعم من السقوطه. انا اقول هاي الناس الفقراء ترى ما لها ذنب، فلا تعابون هاي الوادم الفقراء بهذا السافل وهذا الساقط. والسلام عليكم. رحب بالبدايه بالنقله وبالشيوخ والساده على تاج الراس وانا بخدمه عمامي ال زيرج، كل ال زيرج بكل مسمياتها بخدمتهم، وبخدمه ابو محمد رعد بن رحيم بن خلف الشواي، وبخدمه اخوتنا بيت مضخور وال زيرج. احنا سولف سيدنا سيد زيرجاوي وسولف الشيخ مازن، حقيقه يعني ماكو سوالف على هذا الموضوع، ماكو سالفه على هذا الموضوع، ولا على قولتك ايه ولا حديث. فاحنا اللي نطلبه اختصارا للحديث، اختصارا للقعده، تدري الناس هواي وقاعده، انه الوحيلات يشدوا الرايه ويعطون هلال زيرج وينتهي الموضوع. احنا تدري يعني هسه لا قد اطلب 20 مليار اطيح لك مليار، والفالح مليار، والعباس مليار، هم زحمه وهم قدام الاعلام. فانتم يعني تعرفون هذا الموضوع مو موضوع مال اليوم اطيح ويقوم واحد يسولف. انتم مجاويد وشيوخ ومن حقكم تسولفون ومن حقكم تدافعون، بس هيك موضوع ما بيها يعني الامور. يعني تقوم شو اقول لك، شو تقول لي وش اقول لك؟ هن مثل ما شيخ مازن قال هن صايرات، بس حادث بشع. احنا قبل لا تجون كنا نسولف والله العظيم، يعني حادث بشع شيخ، بشع. يعني طفل 4 سنوات يدشونه 5 دشات و6، طفله يعني لابسه حفاضه تدشش بحربه. يعني ما نريد نثير المشاعر ونعيد الموضوع. فاحنا اللي نرجو من اخوتنا السراي ابو بيداء الشيخ ماجد، نرجو منكم انه شدوا الرايه حتى تسهل علينا هواي امور، علينا وعليكم، لان احنا تدري بينا احنا يعني موقف لا نحسد عليه. انا اليوم من اتقابل ويا هاي الوجوه يعني اخجل، لان اخوتي وعمامي واهلي ومن اروح لهم يقدروني. والله العظيم الزهوات قبل لا تجون كانوا يوصونا يابا انتم تمثلوننا قدام العشاير، فانتم ندري بكم محرجين، بس لا، الناس تجي والمنقوله الها تقدير والها احترام والها حق تحكي وتدافع. فاحنا نريد اختصار لهذا الموضوع، لان الموضوع الشيخ يعني شو تسولف وش تطيح وش تسوي يعني يا فالح، مو صحيح. وانا بخدمتكم وبخدمه كل الحضور وبخدمه الجميع. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بالبداية نرحب بالسادة الأجلاء والمشايخ الكرام بهذه المشية اللي جاي. حقيقة أنا حديثي مجرد للتذكير للمتحدث اللي ينتمي إلى عنوان وقبيلة أنتم تعرفونها كل الزين وتفضل بها الشيخ مازن، وأيضا القبائل الأخرى والعشائر اللي موجودة الكريمة. إحنا لو نتصفح ما نستغرب القتل ولا نستنكر القتل ولا نتفاجأ بالقتل بكل مسمياته وبكل أنواعه. أكو قتل عمد، أكو قتل دهس، أكو قتل تسليب، أكو خطف، أنواع القتول صارت. أكو جريمة منظمة، هاي هم خرجت خارج إطار الجريمة المنظمة.
ليش؟ لأن الناس اللي قاموا بهذا الفعل عادة النفس وانتم تعرفون فيها نوازع خير ونوازع شر. حقيقة ذولا الناس بدءا تناسوا مخافة الله، وتناسوا المروءة، وتناسوا الإنسانية، وتناسوا الرأفة والرحمة، تجردوا من ذني كلهم. هسه ذني غابل، لكن الأهم الضمير. الضمير ما يغيب، لأن الضمير إذا يغيب يستحضر بعد ساعة، بعد لحظة، بعد يوم. لكن ذولا الضمائر عندهم ماتت نهائيا، ماتت وما استغفروا. لحتى جلكم الله حتى بشريعة الغاب وبالحيوان عندما فصيل مع أمه ويهجم الحيوان المفترس وياخذ الفصيل ينظر للعيون مال الأم ويترك إكراما كأنه يصير لغة متبادلة بالعيون، ويعوف الضحية مالته في سبيل نظرات الأم. اللي صار هذا مع الأسف يعني يندى إلى الجبين. ناس أشرار، قتله، مأجورين. يعني أنت ما هزتك شوية لما بينك وبين نفسك خلال لحظات طلعت الأطفال وبقت بس الأم، وذبحت الأم ودخلوا الأطفال؟ ما شفت العيون بعيون الأطفال البراءة؟ ما شفت الرحمة؟ ما شفت الرأفة؟ تذبح الأطفال وواحد منهم 16 مو بزياد 16 طعنة. هنا من أقول مات الضمير. كملت جريمتك بالحميدية، بعدين ايش سويت؟ تحولت للمدينة، واجيت خلال هاي الفترة كل انسان فينا مرات يمر ويستغرق وتاخذه غيبوبة فكرية، يراجع نفسه. انت هذا الطريق اللي جيت بيه شيخ عادل وابو اسراء مع احترامي لكل المقامات، وهذه ما راجعت نفسك بهاي الطريق هذا، تجي على امرأة مقعدة ومريضة وطفلة عمرها 6 سنوات وطفلة عمرها 14 سنة وتذبحن ذبح. فهذا الأمر حقيقة يعني شلون ما نريد نخليه تحت يا مسمى، تحت يا خانة، تحت يا مروءة وإنسانية. غلقوا مو بس عليكم، علينا احنا آل زيرج أيضا، غلقوا كل سبل المعروف وكل سبب المروءة وكل الإنسانية. لكن نبقى ونقول لابد انه انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. آل زيرج قبيله ورموزها كلها موجوده وانتم تعرفوها، وان شاء الله ما يصير الا الامر اللي رغم اللي يصير مهما يكون، مثل ما قال ابو مهند ما يتناسب، لو مهما يكون ما يتناسب ويا حجم الجريمه. الله بدي اصلي على محمد وآل محمد. نقول اهلا وسهلا بالساده والمشايخ الاجلاء، وكلهم لهم علينا هواي يطلبون من حولتهم ومن وياهم. حقيقه لهم ولهلهم شيخ مازن، وانا ما اريد اسمي الاسماء، ولكن كلكم وتربطنا روابط وياكم، خوله وعلاقه. فاللي يتكلموا بيها امامي هو ما حدث، ولكن مو بدقة، الدقة أكثر من هذا. احنا حتى نستحي من نحكي بهذا الحكي، لأن الموضوع أكبر من أن تحكي، ولهذا احنا اللي نحجم الكلام حتى نوصل إلى النتائج الأساسية. فعمام آل زيرج كلها قادر بما فيهم عمامنا بالنجف وبالناصرية، ونشكر حضورهم. والحقيقة سيد خلف هو اليوم سيدنا، احنا كل احنا سيد الشرع وسيدنا. فإذا عندنا كلام احنا بخدمته، وإذا هذا حتى نعطيها السيد. تفضل. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة ما تفضلوا به السادة ومشايخ وشيوخ آل زيرج هو ختام الموضوع، ومستحى من المقابل يعني اللي منقولين. لكن أنا سيد آل زيرج وشرف فوق ما أنا بالرسول الله، عمامي وقبيلتي
اتشرف ان اكون يدعوني احضر معاهم، فهذا شرف الي بعد ما انا متشرف برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عمامي يعني انا اليوم يقولون السيد مو العشيره، السيد للكل. الشيخ المتفضل اللي صاحب العطوه قال هو القضيه قضيه رأي عام، كان هذا بداخلي، الان قضيه رأي عام. آل زيرج ثنيتكم سمح، انا بعد هذا واجبي السيد، بعد قبل تحزمت وياكم، الان احكي اريد ان شاء الله اريد شلون حايوز لعمامي، حايوز لعمامي وامون على عمامي. فيا عمامي آل زيرج انتم ثنيتكم سمح، واحنا يا الساده من نروح باي مكان نفتخر نقول احنا ناس ساده آل زيرج، وآل زيرج ثنيتهم سمحه. واليوم السماحه والكرم تنوجد بهذه القعده، كل مشايخ آل زيرج وجاويتها وقلطاها والموجودين هم موجودين وصاحبين قرار ان شاء الله. المصاب جلل تمام. واليوم محسن بن ياسين بن وادي هو صاحب دله ومضيف وابوه معروف واهله معروفين، وهو الاخصه بالذكر ان شاء الله. هو يريد يمشي على مسيره ابائه واجداده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسولف الموضوع نسترسل به حتى المجتمع توصل له فكره صحيحه. اما اليوم انا صاحب ذنب وعندي ذنب واريد اسولف، والله العظيم اغلب المجتمع ما يقول انا هذا ذنبي بالصوره الصحيحه. جاويدنا السلام عليكم. المتحدث طارق بن جعفر بن شامخ زيهواوي من عندكم. احنا صلب الموضوع عندنا شرط، هذا الشرط اللي اذا وافقوا به الاجاويد وهم الوحيلات احنا الفصل يمشي. احنا المتعارف عليه باكر عقبه يقول لك انا فصلت وانا اريد مكاتبه مضبطه. باكر عقبه الخير اريد اوصل هذه المعلومه، باكر عقبه انا احتاجها والسراي يحتاجها. باكر عقبه اجاويدنا، اجاويد ابو محمد البوزيد، الناس كلكم حاضرين. باكر عقبه فرد من اي عشيره يصير هو جبيلي اذا حضر محكمه واذا حضر يم قاضي وحضر يم شرطي وقال تفاصلنا ويا آل زيرج وطيناهم الدية مالتهم مال القتل، والله العظيم والله العظيم والله العظيم اخذها منا مربع كان من يكون. اللي احنا نروح لهن وتتلقانا عيالنا وجهالنا ونسواننا. هذا الزلمه اصبح وحيد فريد، كل شيء ماكو، فرد واحد بالبيت. الله شاهد، الله وكتبه. هاي الاجاويد اهل العطوه يجون اقلهم قاعد بالجزره الوسطيه ما يرضى يطب البيت. 9 نفرات راحوا. تعرفنا انا بالنسبه لي حكايته واحده قسما بالعفاس الا نخلص عليه احنا. هسه احنا غرقنا كلش متنا. اخواننا آل زيرج السلام عليكم. ابو حسن شيخ فالح، انا شوي اريد اسولف وياهم، سولفت وهذا الزلمه قطع حكي اللهم ربي حفظه. وحقيقه من حكى اللي جاي بيني وبينك العباس رصاص حار ويثور علينا، امانه الله ورسوله. تسمعني شيخ عادل، انا بخدمتك خدمت شيوخ آل زيرج السلام عليكم. الله يساعدكم الديوان، انتم اللي يسولف الصنتوا له رحمه لابوكم. احنا ترى احنا كل مشيه نجيها نتحزم لها بحزام سبع. ليش؟ حتى ندري الفتنه وحتى نحل حزام الشر. لكن بيني وبينك العباس هاي الجايه جايينها محلول حزامنا، ما نقدر نحكي. ليش؟ لانه احنا شفنا هذا الحادث وشفناه وعكتنا على نفسنا. والله العلي العظيم لا دمنا ولا لحمنا ولا عظمنا ولا جلدنا ولا شعر بدننا راضي بهذا الحكي، ابدا ما نرضى بهذا الكلام. لكن شو نسوي احنا بعد الامر صار، وهذا المشيه جايه اليوم والوحيلات مستنكره بالذات، وشيوخ السراي جمعا والجاويد جمعا ناكره هذا الحكي ومستنكرته.
اليوم إذا ما أنا أجي وهاي الجاويد ما تجي والسادة الكرام ما تجي، يا اللي يحل الأزمة هاي. ها منين نجيب لنا نأجر لنا عرب، نجيب لنا ملائكة من السماء؟ اليوم هالجايين وانتم ناس لا تسولف عليكم، ناس أهل خبرة وأهل تاريخ مشرف وأهل حكمة. اليوم نريدكم بحكمتكم وبمعروفكم وبإنسانيتكم تشوفون هاي العرب اللي صار عندها هذا الخلل ومستنكرته. وما أريد أطيل عليكم، الديوان كبير والوضع صعب، ومشكورين. اخوتنا الحضور الكل، عشائرنا احنا هذول الناس كل احنا هذول يسمونا طير واحد من كافة العشائر. بس انا دا اشوف من بداية الاحتلال لحد الان صار القتل بالجملة بعشائرنا. احنا قبل نتعارك ويا الزيرج ويا بالإعلام ويا السواعد ويا الفرجات ويا الجنانة، زلمة يقتل زلمة. بس ما القضية واحد يدخل يقتل عائلة كلها، هاي تكررت عدة مرات، وجاي القتل يصير بالعدد مو بالمفرد. فأنا عندي اقتراح على كل عشائرنا، تجتمع مشايخنا العامين رحم الله والديكم خاطر يسمعون كل ولدنا وكل عشائرنا تسمع. أنا عندي اقتراح شخصي على الكل مشايخنا، نسوي لنا مجلس العشائر، مو مجلس وإنما اجتماع خاص بعشائرنا بواجهتنا طيرنا، إنه هذا العمل من يقوم أحد به. هسه نعرف هذا فساد وهذا ما حد يشيل وياه وهذا الموضوع نعرفه. بس أنا عندي اقتراح على الكل، وأنا مو بس أحكي على آل زيرج، حتى على محمد، على عمامي، إنه نجمع مشايخنا العامين ونقترح إنه مثل هيك جريمة، مثل هاي الجريمة، هذا المفروض نتنازل منه ونرفع الشك والاشتباه، ما نخليه بالسجن والله، وندفع فلوس عليه ونطلعه ونمثل بيه خاطر يصير درس لأولادنا وكل عشائرنا. احنا مال قضية المليارات والفلوس والسحوتات. هذا الرجل قاعد قبالي اللي قد بالجزء الوسطية بالعطاوي، يعني ايش تعطي؟ اذا تعطي 10 مليارات شو تعوض ابنه؟ تعوض اوليده؟ فظلت انا هذا الاقتراح مو هسه، يعني خاف تقول اجوا وقتنا حطيته انت ابن عريبي. انا اقول نجتمع به ان هذا المجرم بكل المجرم اللي يسلم هيك موضوع ويت بالمحكمه، نرفع الشك والاشتباه عليه ونطلعه، وتتعاون العشائر على طلع المجرم، لانه ما له خليه ياكل هناك جوا وما يتنفذ الاعدام به. هاي جريمه مصيبه كبيره. والسلام عليكم. بس اذا تسمح لمشايخنا جاويدنا، احنا الحديث طويل والحاله هاي مستنكرتها، مو يعني ما اعرف شلون اوصفها، ما اعرف ما له وصف ماكو. هسه على قولة مساعد مهند يقول ندور، احنا شلون ندور الانجيل والزبور تلقى لك ايه، مش شلون لقانا سيد عادل ايه وقراها، ما اعرف شلون. هم سادتهم واللي يقولهم ايه، ولا ظل علينا احنا ما عندنا حتى ايه، ما عندنا. احنا شيخ نترك الحديث لكم، الحديث طويل والمصاب اكبر، اي والله، فاحنا نترك الحديث لكم، والسلام عليكم ورحمه الله. ابلع مصلى على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادعو من الله ان يجنب الجميع احداث كهذه، لا بعشائركم ولا بمحبيكم ولا بمحيطنا، بحق محمد وآل محمد. للجميع كلامي موجه، للي منقولين ولا لزيرج اهل الحدث. الموضوع سولفوا به الأخوة مقدمة الحديث، وكل الناس اللي قبل لا تحضر بهذه الجلسة عندها معلومة عن كل اللي صار، وما أعتقد هذا الموضوع من يسمع به عاقل يتقبله وما يتعاطف معه. الموضوع ضخم وبآلام كثيرة وما مقبول إطلاقا، لكن أخوتي الأعزاء أدعو من الله أن يمكن الحضور الجميع أن نطلع بمخرجات إيجابية تنهي المتعلق من هذه اللحظة إلى نهاية الموضوع. أخوتي آل زيرج تحديدا هذا الكلام موجه لكم. أدعو أن لا يكون دوافع الانتقام نتيجة الحدث تصير بعواطفكم. القضية اليوم الجنات أمام مطرقة القانون وموضوعهم منتهي، وسمعتوا لقبائلكم قال موضوعهم انتهى، وإحنا إذا وجدناهم بالشارع إحنا نقتص منهم،
إذا موضوع الجنات انتهى. أمامنا عشيرة مبتلية بقضية كهذه، وتعرفون الواقع وعشائرنا الموجودة. من راح يتبنى الإجابة لكم بهذا الموضوع؟ هو شداد الراية وأفراد انتقم الله عليهم بذول. فأخوتي أترجاكم رجاء أن يكون مقدار حلولنا بهذه القضية بمقدار الحدث، مو بالجناية، وإنما نتفاهم بهذا الموضوع بحيث نوصل الموضوع بنهايته، أن يتحمل صاحب الرأي بهذا الموضوع حلوله. وإلا إذا دوافع الانتقام على قيمة هذا الحدث نحطه ما نوصل نتيجة. فالرجاء الحديث بهذا الموضوع بعقلانية أكثر مما نكون بعواطفنا بعقولنا. والسلام عليكم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أبو علي بخدمتك، بس هاي من رخصتك. أنا كلامي موجه للحضور عامة، وأخص بالضبط أخوتنا السراي شيخ عادل بن إبراهيم الضمد ورؤساء عشائر السراي والوحيلات. كل المشية وكل آل زيرج وكل الحضور وكل السادة محرجين بمقدماتهم بهذا الحديث. الحادث جلل والجريمة بشعة، لكن راح تلقون عند اخوتكم آل زيرج بكافة محافظاتها اللي حضرت وعند مشايخهم المعروف أكبر من الجريمة اللي صارت. فأنا أدعوكم أن تشدون راية الإمام أبي الفضل العباس وتقدمونها لعمامكم وأخوتكم آل زيرج، والبصدوركم موجود، وأنتم عنوانكم فقط المروة، لأن عقب المروة ما إلها مخرج ثاني نهائيا. إحنا هاي الحوادث من تصير عندنا ما نلقى لها مخرج غير المروة والمساعدة للعشيرة المقابل. فأخوان شيخنا العزيز قدم رايتك، مشايخ آل زيرج موجودين، المعروف موجود، ما اتفقت عليه آل زيرج ورئيس عشيرة الزهوات، كله إحسان وكله معروف، والتاريخ محترم بيننا وبين أخواننا الوحيلات. والسلام عليكم. تفضل أبو علي. فأخوان خلونا من الحكي، قدموا رايتكم والمعروف موجود. لا الرايه غاد يمه. الحقيقه باسم آل زيرج عامه ومشايخها وجاويتها وعشائرها نرحب بالنقله واخواننا السراي وجميع المنقولين وعلى راسهم الساده. الاحداث تصير بصراحه، والقتل والعريك صاير، وهاي الامور صايره، لكن احنا بسم الله الرحمن الرحيم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتكم. كل احنا مسؤولين على عشائرنا وعلى ابناء عشيرنا بصراحه، والجريره اللي يسويها السفيه يتحملها كبيره. هذا ماشي عند العشائر، وبيناتنا هاي ماشيه الفصول والشسمه والانسان. هاي مو اول حدث يصير بصراحه، لكن هاي الحدث ابشع واكثر اجرام، وصارت طبعا قبلها عند شعب مشابهه الها، وقبلها عند البدراج ايضا، وناس مشت وفصلت ومشت مثل ما هواي متعدده الجرائم صارت متعدده، والانسان قام يتفنن بصراحه بالجرائم. احنا الماشي اليوم الانسان هو يطلب فصل، وهاي الاجاويد المنقوله تريد حقها بصراحه. الانسان ما يقدر الثمن بصراحه، خاصه اذا كان قتل عمد. القتل العمد بالشرع 1000 درهم من الذهب من بعد القصاص، و1000 شاة إذا لم يحصل، و500 من البقر، و200 من البل، و500 قطعة من الحرير. هذا قتل العمد موجود. أنا إذا أريد أخذ اليوم قتل عمد يجوز يصير بال10 مليارات بصراحة. أما القتل الغير متعمد القضاء والقدر هذا معروف، من الفضة 5550 مثقال من الفضة. إحنا قتلنا عمد، وكل الجرائم صبت به من تعذيب ومن تمثيل ومن سطو مسلح، فمو جريمة واحدة، متعددة الجرائم. والاحتراف مالهم موجود، وذولا حتى هذا كتب جابوه من الولد موجود عندهم على كل الجرائم. فإحنا ما نريد بصراحة نتعبكم أزيد من اللازم وأنتم تعبانين، وأيضا عندنا ناس جايين من السفر، نريد نختصر عليكم الطريق. إحنا نطلب من طيح هاي الجاويد ونوقف على الحد، ولو هو احنا هذا اللي نطلبه ما يعادل قطره من دماء ابنائنا، الله شاهد. لكن احنا مثل ما يقول هذا اللي متعارف، وهذا المجتمع العشائري هذا الماشيه. فاحنا خلينا نطلب فصل ونطيح لهاي الجاويد ونوقف على الشيء المحدود وناخذ فصلنا، ويشدون اخواننا الوحيلات رايه. يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. باسم عمامي آل زيرج عموما نرحب أجمل ترحيب بالسادة والمشايخ الأعزاء من عموم محافظات العراق. حقيقة الجريمة واضحة والأخ أبو طارق تحدث بها بالتفصيل، وأنا ما أريد أزيد على هذا الموضوع، ولكن لكون هذه جريمة بشعة ولم تحصل من قبل، يصير العرك، يصير الشجار، يصير القتل، ولكن هذه جريمة ليس لها أي أساس وليس أي دافع غير القتل. ولكون هذه جريمة فريدة من نوعها، يجب علينا أن نرتقي بمستوى الحديث إلى مستوى هذه الجريمة البشعة. والقتل صاير، ولعله بعض الأحيان شيخ العشيرة يجتمع مع أقاربه ويأخذ الفصل بما يشاء، ولكن اليوم أنا أريد أشير إلى مسألة مهمة جدا. الحضور اليوم تقريبا أكثر الحضور هم آل زيرج، وهذا دليل على أنه آل زيرج أهل حظ وبخت. والشكر موصول لأخوتنا آل بعطوان زيهوات اللي في الواقع ما اتخذوا قرار بأن الفصل يكون بمزاجهم، وإنما حفاظا لهذا البخت أشركوا عموم قبيلة آل زيرج حتى يكون هذا القرار وهذا الفصل بحظ وبخت، ما بزيادة ونقصان. ولذلك إخواني، أنتم اليوم جايين الناس المنقولة، المشايخ السادة الأعزاء، الحديث كل الاحترام والتقدير لكم، وأي كلام صدر سهوا بوجوهكم هو ليس المقصود أنتم، وإنما المقصود هي القبيلة التي ارتكبت هذه الجريمة. فهذا الموضوع بصراحة لا ينوبكم قلق، واللي نريده أنتم لكم الاحترام والتقدير. ومطلب الشيخ بشد الراية هو ليس القصد من عدل الفلوس، وإنما نثبت فد موضوع، وبعد ذلك كل الخيارات والحظ والبخت بهذا الحضور الكريم هو اللي راح يكون، ولا يوجد هناك أي قرار مسبق ولا يوجد هناك قرار فردي. بخت آل زيرج موجود والكل تحافظ عليه. أهلا ومرحبا بكم. والله مرخصتك يا شيخ محمد. أبو أحمد السلام عليكم. طبعا كل شيوخ آل زيرج صاروا ويا الوحيلات. ليش؟ لأنه بالنسبة للوحيلات إخوتنا وإن علاقة بهم قوية، لكن هذا الموضوع هذا اليوم عشيرة وابتلت. أنت شد رايتك، ألا جاي ترضى أخوالك آل زيرج، شد رايتك والحكي يمنا ترى. أحسنت، هو الصحيح هذا، أحسنت. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اليوم ماكو حتى صلاة. عدوهم مقتدى يا الله. شيخ عادل ابو بيداء، شيخ السراي، حج محمد ماجد، احنا اذا شدينا الرايه هسه واذا بعدين هي نفس الشيء، لكن هسه من تشد الرايه تنزل نص من الغيظ تقريبا. فاحنا اول ما قمنا منك قلنا رايحين لاهل العرفه واهل المعروف. آل زيرج اهل عرفه واهل معروف، ويعاينون بعيد ويعاينون للصلح ويعاينون تسمعني للستر شلون يتم. فاخويا شدوا لهم رايه وتوكلوا على الله وتركوها لآل زيرج. آل زيرج كلهم يعرفونهن، توكلوا على الله. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الرايه ابو علي، ابو علي جبهه، اعطيني اياها الرايه ابو علي، ابو علي بس اعطيني مجال، اعطيني اياها ابو شيخ ابو علي.
ابو علي اعطيني اياها ما نزحم عليك. شيخ ستار اعطيني اياها. جيبها الرايه. بس اعطيني اياها. اخوتنا ال زيرج السلام عليكم. ارجو من الديوان يكون شويه الاستماع. انا خلي اخوتنا ال زيرج الوحيلات راح يشدون الرايه، يشدونها على رضا ال زيرج، وجايين اليوم بخدمتكم وجايين يرضون. فقط عندنا مطلب واحد، بما انه شيوخ ال زيرج كلها حاضره من كافه العراق كله بشيوخه، من بيت سلمان، من بيت بطي، من بيت شواي، كل الشيوخ، من بيت مذخور، كل شيوخ ال زيرج قاعده اليوم راح يشد الوحيلات. دقيقه شيخ محمد دقيقه شيخ محمد هسه راح يجي المجال. اسمعني اسمعني، هاي شيوخ ال زيرج كلها قاعده اليوم، امنا بالله سبحانه وتعالى وبالشيوخ. غيرك وقليط غير نعرف قليط اخوان. استريحوا، خلي اريد القليط هنا يوقف يقول انا فلان ابن فلان وش رايتنا. هي لعبه الاسمنديات هاي. ارجوك شيخ محمد السريع على راسي على راسي. لا تقدمون القليط، لا تقدمون الرايه. ابو علي اولا احنا ابو علي اولا احنا اهل العطوه، تسمعني تعطيني بخدمتك، واحنا مرتبين الحكي كله وجايبين الجبيل لكم، تسمعني، وجايين بخدمه ال زيرج. هذا التخشين الخاطر من جنابك. راح يشد رايه. تعال انت امام قبيله، لو شيخ السراي يشد الرايه، لو رئيس العشيره يشد الرايه. هذا رئيس العشيره، اي شخص ما قبلك. هذا رئيس العشيره، هذا رئيس العشيره شيخ حيدر محمد كثير، تسمعني؟ رئيس الحموله مالتهم راح يشد الرايه، تسمعني؟ وجزاك الله خير جزاء المحسنين. هو هذا الصحيح. ال زيرج امامي، مرخصتكم صلوا على محمد وال محمد. اهدوا. هذا شيخ عشيرته وهذا شيخ قبيلته. شيخ ماجد من رخصتك صلوا على محمد. ال زيرج اعمام ال زيرج اقعدوا. من رخصتك اعمام ال زيرج. اسمعوا شيخ ماجد شيخ قبيلته العام، والرجل شيخ عشيرته. شو تريدون اللي يرضيكم؟ العام ما العام. لا يشد. ما يصير الله يا محمد وعلي. اصبر. صلوا على محمد وآل محمد. اقعدوا. طارق. الو والله خوالي ال زيرج، الاخوه الحضور. لا ما يخالف. لا تعطينا مدد. شيخ اخواني خوالي شيخ حيدر شيخ رحيم. اسمح لي. عندنا المروه. عندنا المروه. انت شدها نفس الشيء شيخنا. استر العرب وياك واخذها مني. رجاء ما يسلم. اللهم نعم. ما يخالف، مقبول. ما نعترض رجاء. اخواني خالي شيخ حيدر، اسمح لنا نتكلم. قل للجماعه ابو علي صحنا لك. اسمحني شيخنا بخدمتكم، اسمح لي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحقيقة المصيبة قالوها الوحيلات وآل زيرج سوا، لكن أنا بتفسيري القاصر أقول مصيبة الوحيلات أكبر من مصيبة آل زيرج، لأن القتل من يصير
الناس تدفن وتنتظر وترهم. اللي يطلب رجاء اسمح لي، اللي يطلب مترهي وتنام عينه، المطلوب ما تنام عينه، ما تنام عينه المطلوب. احنا انا اقول لكم بحديث شيخ عادل موجود، والحدث صار ويا عمامي البوزيد بالذات، الوحيلي ومثل هذا قشمره الشمري قال لفلانه من فلان عشيره هذه غدرتني وغدرت لك وسوت لك مشاكل بالتليفون. اشتركوا بها الوحيلي والشمري. لما صار داخل السراي شيخ عادل تتذكر عبد الرحيم مناتي وابو مازن حاضر داخل السراي، لما الوحيلي رئيس قبيلته تهرب من الموضوع وصل الموضوع الي. جايك خالي ارجوك تفضل، جايك بخدمتك والله بخدمتك. انا اسمح لي اكو موضوع انت محول عندنا. نعم احنا حادثنا كبير اكيد ومختاضين جلاله من عندنا الوحيلات يسولفون. خليك على اسولف. وحده منهن تريد ازرق وياك حال اللي جاويد المنقولين الشد رايتك وشوف مروتنا ما الها نهايه. تسمع مني خلي حاجيك. وحده منهن تريد تسولف لي ذيك السنه وهاي السنه لا والله الفصل يخرب. شد رايتك واكسب غير تروح المسجد اسالف لي ذيك السنه. كلف على شو خالي زيرج ما نقبل احنا ما نقبل واحد يسولف علينا بذيك السنه. كنا وسولف علينا. اعطيني الصبر انا ما متهرب من الرايه رجعان. هاي شنو الحكي؟ شيخ ماجد اخواني شيخ عادل ابو بيداء شيخ ماجد لا تسمح لي شيخ ماجد تفضل لا تسمح لي. احنا اللي جاود المنقولين لا يسمحوا لنا علي زرجان بخدمه قبيله علي زيرج. انت مودي على عطاوي بن صار الحدث. انت اليوم الجبيل يردونك الجبيل انت بس خلنا اكمل دخلناك قول بخدمتك. تفضل. الجماعه قبيله لا تسمح لي سيد شيخ ماجد تفضل بخدمتك انا. انت راعي الشدرايه لا تسمح لي سيدنا سيد عادل. شيخ ماجد انت راعي الشدرايه قول بويا اني ذنبي كبير عد ذنب وعدكم مروه راعي شدرايته بخدمتكم. هسه هذا دخلنا خدمه لا توكل بالله توكل بالله. فمشايخنا الاعزاء انا اللي ردت ما اسوي في الموضوع ولا ابرر. انا قلت داخل السراي وبشهاده شيخ عادل خلينا رئيس الحموله وهذا الرجل شد رايه العباس شيخ عادل قال والله رايدينك انت من سال وعرف حمولته ياهو ومشت في الحموله. هسه انا اللي ردت اقوله احنا من باب العرف هيك امور ولو كل قاعده بها استثناء هيك امور صاحب السوده وهي سوده صاحبه يتحملها. اما انا جلاله وكرام وعلى راسي وكل اصغر واحد من ال زيرج تريد اشتها 10 شدات مو شده واحده. هذه وحده والله املي وظني السليم والحسن بكم هاي حاله. لان ليش انتم مدارس ما تخلون عقده نختلف بيها. اليوم اذا ما اختلفنا على الدم انا ركضت بساعتها وسويت عطاوي ومديت رقبتي واليوم حضرنا نريد باكر ما نختلف على غير موضوع. يعني ما نختلف على الدم نختلف على الفلوس وهاي عيب. هاي وحده. الثانيه لكل مطلب وشرط رد وجواب. الاخ طارق اثار نقطه مهمه انا قمت حكيت وياه بالموضوع بالنسبه للمضبطه العشائريه للصير. من باب من اللي يسوي المضبطه باعتبار انا اجي واريد تواقيع المشايخ كلها. والله وبالله هاي المشايخ توقع على فسادي قبل لا اوقع على طلعتي. هاي وحده. اما انا النوبه تعهد اي واحد من اخوته كبيره اهله امه اذا فاتت مهدور الدم وما يكفي يقول له مربع ومخمس واخذ وش قد ما اريد وهذه لا والله مهدور الدم. بعد شو تريد؟ انا حكيت كلام فقط نقطه. انا عاينت على عيون ستار بن جبار حافظ آل زيرج كلهم ما يعتبرون محمد الوحيلي يعتبرون ابنهم. هذا بن شواي وهذا بن مطلق السلمان وهذا ابن مهاوي. هاي كلهم علي بن حسين آل ثامر موجود عطوان العطواني علي مونس وكامل الساعد. انا قلت له خلنا احكي لك انا عاينت على فرات السلمان اللهم يشافيه اللي ايده راحت للاصلاح
وانا خادم اليه. فرات السلمان اسمعني، الوحيلي راح يشد الرايه. اجيت وغايتي ارضيك، صاحب ذنب تطلبني، اجيتك والوجه خجلان وجاويدك تسيرني. اطلب مطلبك مطلوبش ما تطلب تحملني، اطلب وانا سداد اريدك بس تسامحني. ابن عريبي انا عاينت على عيون ستار، ستار اطاني نظره، النظره هي لو مو هي ستار. شد رايه ابو احمد، شد رايه. شيخ محمد ستار شيخ محمد، شيخ ابو شيخ ماجد، طال عمرك حتى تاكيد على حكي آل زيرج وعلى حكيك وعلى حكي شيخ عادل. تقول هاي رايه العباس صح؟ اسمع لي اشواك ابوي، اشواك تقول هاي رايه العباس، هذا الشخص اللي يبو الجنايه خارج رايه العباس آل زيرج، وين تسوي حتى يصير حكي عادل؟ أفلح ونجا من صلى على محمد وآل محمد. راية أبو الفضل العباس. أولا إخواني الشيخ حيدر رجاء، أولا لرضاكم، وثانيا للسلم، وثالثا في أي ساعة هذا الشخص يطلع لا شامل فصل ولا شامل دفاع من الوحيدات. رجال الحضور، اولادنا الواقفين يشوفون هاي الجريمه، شوي وعوا ولدكم، وعد عشايرنا. انتم ترى احنا نعارك بيكم، احنا ناس قاضين، انتم تحموننا، انتم تحمون هذا البلد، تحمون الدين. فشويه وعوا اولادكم على الغلط وعلى هذه الحشيشه والكبسله والمخدرات. ترى هذه آفة تاكل اولادكم وتاكل اعراضكم، ولازم نحكي بيها. ظلت خويا مشايخنا آل زيرج بالله انتبهوا لي، رحمه الله على والديكم. افلح من صلى على محمد وآل محمد. احنا اليوم فصلنا كلش خوش فصل، وحقيقة آل زيرج اليوم حضوركم وحضور المشايخ والله حضور نموذجي، والجلسة نموذجية بكل مشايخها وبكل جاويد آل زيرج من صغيركم إلى أكبر واحد بكم. واحنا حقيقة هذه نتمناها. هسه الدفاع ابدا دافع عنه حيلات. ابي يقول واحد شيل الدافع، لا على شرها ولا شيله وانا ممنوع. بس من تقول لي شيل الشادر واطلع بيه خارج الماء. عمامي آل زيرج الله يساعدكم. الحديث كلش طال، الساده حكوا، المشايخ حكت، الحضور كله ألم وكله حزن. ابو علي ستار من رخص لك شيخ ستار. احنا شيوخ آل زيرج، اعمامي آل زيرج، الحضور من كل المحافظات. احنا عندنا شركاء، احنا صح الدم دمنا وصح المصيبه مصيبتنا، بس احنا عندنا شركائنا عشائر العراق بشكل عام، واليوم بمقدمتها الساده ومشايخ بغداد. احنا شيخ حيدر، شيخ رعد، كل الشيوخ الحاضرين انا خادم لهم وعمامي آل زيرج، شركائنا بهاي المصيبه. هو تعرفون انتم الفصول يصير حضور ويصير شده رايه، تقدير الناس اللي تعبت وتقدير الناس اللي لها مواقف بالستر والسعت بالعطوه ووصلتها لهذا اليوم، وتقديرا للناس اللي حضرت اللي كلها تمثل عشائرها وناس محترمه حضروا من اجل انه الموضوع هذا ينتهي. هذا فضل كلش كبير. احنا الشيء صار ابو كثير شيخ حيدر، الشيء صار ولا تقل الشيء كيف جرى، هو شيء جرى وصار وانتهى الموضوع. احنا بالنسبه لنا اليوم الرحمن حضر، وحضور آل زيرج هذا حضور البخت ان شاء الله. احنا ما نقول يابا غير هلة الهلة بالمعروف،
هلت الهله بالمروه. الناس الوحيلات قبيله ضمن قبيله السراي، والسراي عشائر، وعشيره الوحيلات ناس ما لهم ذنب، اللي ارتكب الذنب واحد، واحنا ناس اهل ثنيه وسعه، اهل بخت كبير، اهل شط، وهذا كون ينعكس اليوم بهاي القعده، وكون نقول احنا والوحيلات بشيخهم بجاويتهم بامر الشيوخ اصحاب المشي اللي جو وياهم، امروهم انه يشدون رايه وشدوا رايه. ومن المفارقات اللي تحصل قليل انه ما حد يشد رايه اذا ما يعرف الرقم، دلاله على انه هم ذنبهم كبير، ودلاله على انهم مستجابين للستر، شدوا وما يعرفون الرقم. والحديث صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مثل ما تفضل ابو مرتضى، انا وصي طبعا عمام الزهيوات انه الساده الاجلاء ومشايخ العراق، شيخ مازن، شيخ خضير، الشيوخ الاجلاء، شيخ محمد، لهم كل الجلاله وكل الاحترام. طبعا احنا البارحه كنا واقفين على رقم، انا ردا على خالد الشيخ مازن قال اكيد متوقفين على نريد دونه. الله يشهد شيخ رعد الرجل جا من العماره متعني، وشيخ حيدر ابو كثير، وكان ابو علي ستار وحسين بن جبار. رحنا عمامنا الزهيوات بالليل صار عندنا اجتماع خاص. عمامنا الزهيوات كان ببالهم غير رقم، احكي لكم الصدق. الله يشهد رغم الجراح ورغم الالم اللي عندهم ما رضينا عليهم وما رضينا على الرقم، ووصلنا الرقم ان شاء الله يرضي الاطراف كلها، وان شاء الله تلقون عند ال الزيارج كل المعروف. وانا اوصي ابو علي كبير الزهوات لا تقصر، ترى قاعد ابن عريبي وقاعد ابن الشيخ ابو حسن شيخ فالح وكل شيوخ العراق بدون استثناء، لهم كل الجلاله وكل الاحترام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس شيخنا دقيقه اذا يسمحوا لي. عمامه ال زيرج الرايه انشدت والذنب كبير، ويرخصون لي الاحلاف والوحيلي بالخصوص. اي والله شيخ ماجد، والسراي عام، وكل الحاضرين عدنان وقحطان رافضين هذا الموضوع جملة وتفصيلا. لكن اريد ان اذكر المجتمع برواية. كل احنا عندنا علم بواقعة الطف وما جرى على الحسين وآل الحسين وأطفال الحسين ونساء الحسين ونساء الأصحاب، وهذا جرى. لا ذبحوا الأطفال مولاي، اعطيني مجال أنا أقبل إيدك. أي لا ذبحوا أولاد مسلم، قال أتريد أن أقتلك قبل أخيك؟ هسه هذا ملعبنا لا تلعب بي، شغلنا هذا مولاي. اليوم أذكركم برواية عندما سقطت الدولة الأموية لعنة الله عليهم من الأولين والآخرين. وين أولاد هشام بن الحكم؟ وين راحوا؟ من الذي حماهم؟ من الذي استنجدوا به؟ آل زيرج أنتم أهل ثنية واسعة وأهل كرم وأهل جود، أتعلمون أين ذهبوا؟ قتلة الإمام الحسين أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى علي بن الحسين زين العابدين، وقال لهم والله لا أعطيكم هؤلاء. الآن السراي جايين ببخت آل زيرج، ولايذين ببخت آل زيرج، والحلاف لايذين ببخت آل زيرج، شيخ ماجد وعمامه كلهم الوحيلات الوحيلات لايذين ببخت آل زيرج. أريدكم بما أنه إحنا سادتكم السادة الشرع، وأنا خادم لأخوي سيد خلف وابن عمي أبو أحمد، لا والله زين، لا أنا نسابت السادة الشوكية على كيفك أبوي، على ولا عدي لا منقطع ولا دام، بس وحدة وأخاف منها ما أقدر آخذ غيرها، بعد شو تريدون؟ أي فلذلك أطلب منكم المروة فقط، والحمد لله رب العالمين. المنقولة وتعبناهم وجو حار وبما به الكفاية، وهاي الجاويد كلها هي داركة على الكلام، وكلها إن شاء الله مدارس
وعلى كثر الاحداث كلها ترى الناس اليوم كلها داركه على هذا الكلام. احنا نريد نختصر. احنا مطلبنا بصراحه 8 مليارات باستثناء الطليباويه لاهلها وان حضن. احنا ثمن دموم إنه بصراحه 6 طايحه للجاويد بما فيهم اهل العطوه والساده والمنقولين والشيوخ، طايحه 6. ظل المليارين، رحت دشت على مليارين، السيد يحلها مليار ويظل مليار. احنا فصلنا هذا الموجود. ابو علي ابو علي شيخ، لا بس لك انا كلام واحد، انا بخدمتك. لا تسمح لي شيخ، لا تسمح لي شيخ انا بخدمتك. احنا هاي الجريمه لا تسمح لي بس من رخصتك شيخ انا لك ما عندي شيء، ما دافع شيخ، انا مو ادافع. يعني يقوم يدافع على الجريمه هاي. لا تسمح لي عمي. سلام عليكم شيخ. لا بس من رخصتك شيخ. سلام عليكم. سلام يا ابني، خلينا نحدث ثاني نقول رجال. سلام عليكم. هاي الجريمه الدنيا مختابه عليها، الكون كله مختاب، الشرع مختاب، القانون مختاب، العرف مختاب. انت ساعه قليطه ما ردتش درايه قبالك الى يسمح لي الديوان. احنا ما نجامل، احنا ماشيين الى وجه الكريم نمشي. انت ردت شيخ ماجد شي درايه، احنا ندافع على قليط باكر راد منه وفوق. السلام عليكم. ما عندش. السلام عليكم شيوخ آل زيرج. رحم الله والديكم تسمعون من لطفا منكم يسمعونه، لطفا اسمعوا كم كلام. ابو علي الساعه ب2 طال عمرك ابو علي. انا جيت عليكم ويا شيخ رعد وشيخ علي عداي الساعه ب2 بالليل، سالتكم سؤال بالبخت، لا حد يسال عليه. سالتكم سؤال بالبخت وابو زياد موجود، قلت له بحظك وبختك وبخت آل زيرج عليك. الوحيلي بهذول الناس الثلاثه الابرياء مشارك بالجريمه بقتلهم؟ قال لي لا. الثلاثه اللي هنا الوحيلي مشرك بهم وانا بعطوه. طال عمرك. هذا فقط اذكر ان فعل ذكر. والباقيين جاويدنا من رخصتك شلون حجينا شيوخنا ماشي شيوخنا سادتنا الاجلاء. دقيقه هاي شيخ فالح. هاي هذا الشيخ فالح. اولا الموضوع كبير واحنا لا نتجاهله. احنا لا تخلون هذا 5 نفرات وهذا 3 نفرات. الشغله ختمناها والفصل صار بعد. ماشي. فبعد هاي بعد يا شيخ يا خالي انت هسه ارتاح اذا تسمحوا لي. رحم الله خلاص احنا بعد ماكو حكي. جاويدنا سمحوا لنا شوي، طولنا دقيقه واحده. احنا ابو كثير خال ابو محمد سيدنا سيد خلف شوي خل يكون كلامنا حتى دقيق يصير. احنا المتعارف عليه كل عشايرنا هسه بعد نسولف الراي انشدت والرقم تحدد. احنا هاي قضيه سودة وفزده، مو بس سودة فزده، فسد. الفزده يتحملها راعيها. ماكو عشيره هسه رئيس خلي يقوم اي واحد منكم يقول عما انا اذا صايره بعشيرتي عما انا اتحمل. ماكو. احنا هسه اجبرنا رئيس العشيره هو صار مقابيلكم. يعني هسه صار مقابيلك شخص تريد منه وفق. باكر من تجي تقول لي ابن عريبي يا فلان يا فلان عمي يا شد لنا رايه، نقول لك عمي شد كم ماجد. يعني صار مقابيلكم شخص تردون من عنده وفق. هسه انتم هذا انت تريد من عنده وفق وتريد منه مليار. هو المليار كلام مثلا؟ احنا حتى ما نجاملكم نسولف. بس اسمح لي خل اكمل بس خل اكمل. انت هسه تريد لك مليار من عنده، باكر ما وفاك. ايش رجعنا على الكتل وعلى الطلبه ونكرر عادة من جديد. احنا نطلب مروتكم. مصيبتك كبيره وحادثك كبير. 9 وحادثك كبير. لا 9 عندك 9 دموم ابو كثير، عندك 9 دموم ومصيبتك كبيره، ولكن انت راعي المقابيله. حمزه دقيقه رجع لاولادي. حقك عمي حقك عمي حقك. رجع لابني حمزه ابو علاء حج حمزه رجع لابني ابن واحد بس هو وطك
مليارات. يلا حجي زايد لا حد يحكي. ابو علاء لا حد يكمل. ابويا خليه يحكي خليه يحكي. شيوخنا احنا نلتمس منكم العذر، ترى المقتولين من عندنا مو 9. حمزة خلنا نسولف عليك، المقتولين من عندنا مو 9 شيوخ، المقتولين 10، هذا ابوهم الجاي يحكي. نلتمس منكم العذر على اي كلمة تطلع من عنده. ليش؟ لانه نفسيته تعبانة، فاش يطلع من عنده، انا بخدمتك شيخ، ايش يطلع من عنده مباح. ليش؟ لانه نفسيته تعبانة، الله وكيل كم مقتول وهو يمشي ما يدري بنفسه. ابو علي نلتمس منكم العذر على اي كلمة تطلع. ابو علي عمامنا لزيرج، السلام عليكم. حجي حمزة، احنا ما نقبل اي واحد يغثك، ارجوك باو علي، بس رجع باو علي. وآل زيرج عمامك ما خلصوا من انقتلوا منهم 9، ولا راح يخلصون، لان هاي آل زيرج وهاي الوادم شيعة علي بن ابي طالب، الله مبارك بيها. انت الله يلهمك الصبر والسلوان. احنا عمامك باكر عقبه ذولا اللي بالسجن وغيرهم، احنا لو وياك باو علي. بس ارجوك احنا كل دينا مو بس رقابنا وياك. ابو علي انت اخونا وانت ريس، وكلامك اثلج قلوبنا، لان عشيرة الزهوات عشيرة اساسية بقبيلة آل زيرج، والله بارك بيها وبارك برئاستها وطلع لنا هيك ناس طيبة. احنا فخورين، انت جاينا من ارضنا الصحيحة، من الطين الحر، من الهدام. انت ابو بخت وعشيرتك اهل بخت، والزهوات مبروكين. وهاي شيوخ آل زيرج جاية ذي قار وديوانية وكربلة ونجف والبصرة والعمارة كلها وياك. لكن شنو نريد اخويا؟ لا تدار الوحيلات الله مداريهم. خل حاكيك، انت دار قبيلة آل زيرج، دار بختك، دار اسم عشيرتك، دار المجتمع كله، هذا اللي خجلان شلون يسولف على هاي الحادثة اللي هي اكبر جريمة صارت عندنا هنا. ابو علي احنا دمومنا ما تعوضها الفلوس، بس يعوضها معروفنا، تعوضها سمعتنا، تعوضها شجاعتنا. الشجاعة هنا اليوم تبين بهذا الديوان، الشجاعة تبين هنا بالديوان. احنا صحيح قعدنا وياك وضغطنا عليك، وكان ما كان بيننا وبينك البارحة، لكن نريد اليوم تغيره لجل المعروف، لجل هالشهداء، لجل هذول اللي هم ان شاء الله كلهم زهور بالجنة. هذا اللي نريده منك، احنا اخوتك، احنا لزيرج نطلب منك غانمة وسالمة كل العشاير والسادة والوحيلات تدري بالمتعلق اللي بيننا وبينهم. احنا خوالهم وهم خوالنا وهم شطنا، لكن شو نسوي؟ تسير الرياح بما لا تشتهي السفن. فاخوي المعروف، المليار نريد تغيره لخاطر اخوتك. اي والله انا بخدمة آل زيرج يعني استاذنهم. خلونا بعضنا بعض. ابو علي كلامك هذا الله يعطينا مجال. وتقديرا لآل زيرج، اهل النجف اللي يجونا خطار علينا اليوم واول مره يحضرون بفصلنا، وجميع الجاويد المنقوله بصراحه، والساده سادتنا الاجلاء سيد خلف وكل الموجودين، وابو بيداء مع جل احترام لكل المنقولين، كلهم على راسي وكلهم لهم كل التقدير والاحترام بصراحه. هاي 500 طايحه من المليارين، يظل 1.5 مليار يشد رايته وتبقى 750 فصلنا، وهذا انتهى بعد خلاص. الله شاهد وجت هذا السيد، غير هذا الحكي ما يصير بعد، لان انا دست على الناس واخذت مثل ما يقول جزيت كل الخطوط، وانتم كلكم رؤساء وكل واحد. هذا ولي الامر، هذا ولي الامر بصراحه، وهذا دم، وكل انسان هم يخاف باكر وراه قبر. ما اريد انا اجامل بصراحه امام الناس واهدر حق هذا الرجل. الله شاهد. هاي 500 بعد طايحه 1.5 مليار وينحل بالنص.
تعال يا خالد بس خليه يحكي. صلوا على محمد وآل محمد. رجاء اخواننا، رجاء القضية شوي بعتي اخواننا، بعدنا ما شادين الراية. احنا عندنا بعد نقطة يا شيخ ستار من رخصتك ابو علي اخويا، عندنا بعد نقطة. اكو بيوت اولاد عم الكتال لاخواننا الوحيلات جيران اخو المكتول، واحنا هذا بصراحة ما نريد احتكاك حفاظا على اخوتنا الوحيلات، نريدهم يكثرونهم عنهم. احنا الوحيلات بصراحة خواننا وعزاز عندنا، ما نريد. هاي راية الامان بيننا وبين الوحيلات، راية بيت جاسم، هاي راية بيت جاسم. يا الله هسه مشدودة. ايه خلينا نحكي وياهم. يلا ايه وين شيخ ماجد؟ شيخ محمد، شيخ مازن، هاي الراية انشدت. شيخ لا شيخ طيب احنا 105. ابو علي ستار، شيخ ستار هسه جاي. شوفوا الشيوخ آل زيرج عمالنا. يا الله ابو علي قبل أن نصلي على محمد وآل محمد. شيخ حيدر انا بخدمتك. الضغط صار عليك انت وصار ضغط على علي بن محسن الوادي، واليوم الوحيلة شدوا رايتهم على رضا آل زيرج. الخير اللي يحكي من الديوان نعتبره جرح مشاعر آل زيرج. احنا اللي نريده منكم، احنا اللي نحاكيكم اخوتكم آل زيرج، نريد لنا ثمه منها وتنتهي الامر. احنا اخوتك النحاشي. بس السماعة الشيخ حيدر. شيخ رعد انتم ممكن تكتبين ترى ما سوينا هذا السوايع. لا اريد بعد. لا صالح اريد بعد. اسمع اعطيني مجال ابو حسن. رحم الله والديكم آل زيرج، انتم ما ممكن تكتبينه وهم علقتونا على الشبابيك وما سوينا هذا السوايع. ما يصير مشكلة. لا شنو يصير مشكلة؟ كانت امك اغلى من مؤمنة؟ خلي يصير معلوم. السلام عليكم. لأنه ما أشوف الشيوخ بدون زحمة اقعدون. انت رجاكم برجة فاطمة الزهراء. آل زيرج ماكو فد شيء يستوجب وجودكم. عمي انتم الولد انت ولا تنغثون. ليش؟ لأن أنت إذا تطلب من العدل مو من المنعول الوالدين. هذا شيء سيد. هذا يا الله. شيخ رعد
مو بسبب راح احل جدك محمد. آل زيرج عمامي آل زيرج بس استريحوا. اي راح احل الرايه على الحكي مالكم، راح احل الرايه على حكيكم. سيدنا على حكيكم على رضاكم. صادق انتظر على رضاكم. بس على رضاكم طارق. بس خلينا نخدمكم عمي، بس خلينا نخدمكم. يلا تفضل. بس خلينا نخدمكم. تفضل. 50 مليون طايح سعيد، والنعم من سيد خلف. السيد خلف ابن سيد شلمون، ما حد بعد يطالبنا على اي دينار. فجاكم رجاء. احسنت سيدنا حل الرايه وجزاك الله خير. هاي رايه الستر عمي. خلونا افلح من صلى على محمد وآل محمد. هاي رايه الستر انشدت بين قبيله آل زيرج وقبيله الوحيلات السراي. ظلن شقد عمي؟ ظلن 700 وتنطبر بالنص. لا ويا الطبره بالنص يظلن 700، ويا الطبره بالنص تظل 700. نقرا سوره الفاتحه الى وجه الله والنبي الامين والامه الميامين. رحم الله من قرأ سوره الفاتحه. اللهم صل على محمد. ظل 700 مليون. هو ما ينقسم 700 عدد، ما ينقسم. الفصل ظل 700 مليون ولا دينار يطيح منه. هي وتوكلوا على الله وجزاكم الله خير جزاء المحسنين. ما يطبون. خلنا قبل الله اجرك. وانا ابن عمك، انا شروعي هذا الشرع وانتم امامنا اي وانا بخدمتك. احنا عندنا ورقه بيهم اي ما نكتب بيهم شو والله. نكتب بيهم طب هنا لقينا شو ما لا ورقه للبيت ورقه للبيت ورقه يعني بعد محسن عندك فرشه 20 وهي 30 صار 50 يظلن 650. ابو زياد يمنا اخونا وانت اخوتنا ومحمد موجود وابو جدير موجود ونتخابر ان شاء الله. حدد المده. اي تفضل ابو سعد. تفضل شيخ الله اكبر اللي جبت لي اياه. يلا موفقين وجزاكم الله خير. افلح من صلى على محمد وآل محمد.